السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح النهاردة عبارة عن طريقة عمل أرقام في جميع الدول. شفت الأرقام اللي في المجال كلها، اللي في الدول الأمريكية كلها هتلاقيها في الفيديو ده. أهم حاجة ركز معايا بالشرح من الأول للآخر، عشان الملف بتاع الأرقام ده باسورد مكون من 4 أرقام، وده رقمين في رقمين. خد معانا أول رقمين هيبقى 22. تمام كده، ركز معايا بقى. أول حاجة بالتليجرام هنعمل أرقام فيك دلوقتي. الملف اللي هيبقى موجود قدامك دلوقتي هنسيبه لك في الوصف بتاع الفيديو في قناة هتخش على قناة التليجرام بالشكل ده، وهتلاقي الملف هنا كده. تمام يا قلب أخوك. اهم حاجه انا هخش لك على القناه اللي موجود فيها ملفات جميع الدول كلها. ثانيه هخش معاك على المجموعه، ثانيه مش دي، ده القناه اللي موجود فيها الملفات بتاعت جميع الدول كلها ديت. موجود فيها القناه ديت، هتلاقيها برضو في الوصف بتاع الفيديو. هتخش موجود فيها دول فشخ، يعني سوري على اللفظ، يعني دول موت. يعني هنا دول كتيرة قوي عندك هتلاقيها موجودة، يعني كل ملف في دولة شكل. اهم حاجة دلوقتي ركز معايا عشان هندور على مصر. اللي ثانية هنشوف الملف بتاع مصر. المهم الملف الموجود عندي هنا اهوت، ده انا سايبهولك في الوصف بتاع الفيديو في قناه التليجرام، ده اللي هيبقى عليه الباسورد. تمام كده يا قلب اخوك. هنخش على الملف بالشكل ده، هيفتح معاك باسورد. انا قلت لك اول رقمين في الباص اللي هما في اول الفيديو، ركز معايا في الاخر عشان نشوف اخر رقمين في الباص برضو. طبعا هنخش على الملف بتاع الارقام كده. هنا معانا اكتر من 50,000 نمبر. تمام كده، هنخش ندور على نمبر. مثلا هندور على اخر نمبر خالص، او الارقام اللي في الاخيره بالذات، لان في الارقام اللي فوق بتبقى مستعمله كتير يعني كده. مثلا هناخد النمبر ده اللي هو اخره 30، هناخده كوبي كده، وبعدين هنخش على الواتساب، وبعدين هندخل النمبر، وبعدين هنطلب كود. تمام كده، ركز معايا عشان هقولك هنخش نجيب الكود منين وازاي يعني وكده. تمام. هنا بيقولك لاس رقم خلويا في دولة مصر. هنخش برضو نشوف نمبر تاني علشان لو جالنا تبقى عارف. عادي تخش تشوف نمبر تاني برضو مفيش اي مشاكل. خدها لاسكو، وبعدين هنشيل اول رقم اللي هو 20 اللي هو رمز الدولة. هنا بيقولك لاس رقم خلوان، برضو هنخش نشوف نمبر غيره. نرجع كده ناخد النمبر ده كوبي، وبعدين هنحطه برضو هنا، ونشيل اول رقم ونعمل التاني. برضو هنشوف برضو نمبر غيره، يعني مفيش اي مشاكل ولا تقلق من حاجة، وان شاء الله هنطلع نمبر. ولو ما طلعناش عادي يعني مفيش اي مشاكل، فانت هتدور مع نفسك بالراحة. واقول لك برضو الكود هيوصل لك فين وكده. هنا الكود ده ظبط معاه، النمبر ده ظبط معانا، نخش نعم كده، وبعدين التحقق بطريقة اخرى، وبعدين استلام رسالة نصية، وبعدين متابعة. ركز معايا عشان اقول لك الكود هيوصل لك فين وهتجيبه ازاي بالشكل الصحيح يعني وكده، وما تغلطش في اي حاجة. هنا الكود هنجيبه ازاي؟ هنخش على التليجرام، برضو في الوصف بتاع الفيديو هتلاقي لينك البوت بتاع التليجرام. تمام كده قلب اخوك، ده البوت اللي هيوصل لك فيه الكود بتاع النمبر بتاعك. تمام. هنخش كده هنشوف النمبر بتاعنا اخره كام، اللي هو 6845. تمام كده، هنشوف النمبر. هنشوف النمبر بيبقى موجود هنا، ده النمبر. هنخش نشوف ايه بقى النمبر بتاعنا كان اخره كام، 45. تمام كده، هندور مع نفسنا بالراحة. هنا ده 15، وهنا 39، وده 76، وده 26، وده 13، وده 84، وده 44. هندور مع نفسنا بالراحة بقى، نشوف النمبر بتاعنا برضو نتأكد منه ان هو كان 45. تمام كده. هنا البوت فيه اكتر من 6087 شخص بيستعملوا البوت، فاكيد ان في ناس كتير قوي بتطلب اكواد، والاكواد بتيجي هنا في البوت يعني وكده. فانت هتدور بالراحة لحد ما تلاقي النمبر بشكل صحيح يعني وكده، عشان انا ممكن اقفل الفيديو قبل ما اوصل للكود، لان ال- الفيديو مش عاوز يطول يعني زيادة عن اللزوم وكده. نرجع برضو هندور على الكود بالراحة. النمبر بتاعنا كان اخره 45. تمام. ده 52، وده 30، وده 51، وده 06، وده 15، وده 39، 76، 26، 13، 84، 44، 47، 49، 99، 39، 15، 51، 39، 03، 45. لا بتاعنا 68، 45، ده موجود 31، 45. ندور برضو بالراحة لحد ما نجيبه بطريقة صحيحة، ونركز برضو في رمز الدولة، وهنركز في كل حاجة علشان ما نحطش كود غلط وكده. تمام. هنا ده 0046، بتاعنا كان 45، 68، 68، 45. ده اخر النمبر يعني وكده. نرجع في الاول نشوفه برضو كده.
ولو ما ظبطتش معاك في اول مره قلب اخوك، هنخش برضو نجرب نمبر تاني لحد ما تظبط معاك. ما تستسلمش يعني بسهوله كده، فان البوت بيجي عليه يعني دلوقتي في 1065 واحد متصل، فاكيد ان اكتر من واحد بيستعملوا البوت، فاكيد ان هتلاقي معاك الارقام بتيجي سريعه، يعني الاكواد بتيجي سريعه، فانت ممكن ما تلاقيش النمبر بتاعك يعني بسهوله يعني وكده. تمام. ده مثلا هنخش نشوف نمبر جديد دلوقتي، بس نتاكد برضو ان الكود معانا، الكود ما جاش يعني هنا وكده. تمام. هنشوف برضو اخر مره، كل مره بتلاقي في رساله جديده وصلت يعني في البوت وكده. كده هنخش نشوف نمبر جديد، هنخش هنضغط على الملف كده وبعدين نرجع تحت في الاخر. انت عندك جميع يعني انت عندك ارقام كتيره قوي قدامك، وزي ما قلت لك يعني في اكتر من ملف في البوت، بس انا عشان دولة مصر ففيها ناس كتير قوي طلبت مني دولة ارقام مصر، فانا جبت لك يعني الملف بتاعها قدامك على طول يعني كده. مثلا هناخد النمبر اللي اخره 10 ده. تمام. ناخد كوبي وهنخش نطلب الكود وهنجرب بآخر طريقة. تمام. نعم. وبعدين نخش على رسالة نصية، ما نستعملش المكالمة يعني وكده، هو بيبقى يعني رسالة نصية فقط يعني. استلم رسالة نصية وبعدين نخش على البوت على طول، الرقم بتاعنا آخره 10. تمام. هنخش على البوت كده ثانية بقى، ندور على النمبر بتاعنا، نمبر آخره 10. ده 01 وده 81 وده 20 وده 77 وده 70 وده 63 وده 70 وده 03 وده 41 وده 15 45 77. بتاعنا كان آخره 66 10. استنى برضه 5 نشوف الأكواد الجديدة اللي هتظهر يعني وكده. ده 67 وده 01 81 20 3 سبعات 63 70 03 41 45. وركز معايا، آخر رقمين في الباص هيبقى 55. تمام كده. وزي ما قلت لك في اول فيديو يا اخويا، يعني هتجرب بطريقه صحيحه، يعني هتجرب زي ما انا قلت لك كده. ده البوت هتلاقيه في الوصف بتاع الفيديو، برضو الملف هتلاقيه في الوصف بتاع الفيديو، وهتخش تطلب الكود وهتستنى لحد اما الكود يوصل هنا في البوت، وهتخش تدور على النمبر بالراحه. في اي حاجه وقفت قدامك او في اي حاجه ما ظبطتش معاك، هتخش تكلمني تليجرام او تخش تكلمني واتساب برضو. ولو ظهرت معاك ولو ظبطت معاك هتجيب لي اثبات وهتبعتولي تليجرام او تبعتولي واتساب، عشان يعني نتأكد ان البوت اشتغل معاكم بطريقة صحيحة ومفيش اي حاجة طلعت غلط يعني وكده. بس اهم حاجة انك هتركز بالراحة يعني من الاول للاخر، وهتركز يعني وكده عشان الارقام بتبقى يعني كتيرة اوي في البوت، فممكن ما تلاقيش ان الكود بتاعك بسهولة يعني وكده. تمام. والكود يعني كل شوية في كود جديد بيظهر يعني وكده. تمام. وبس كده، لو هو ده الشرح بتاع النهارده. متنساش انك تشترك في القناة ولو لسه مشتركتش وتفعل زر الجرس عشان يظهر لك كل جديد. وسلام.